السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناتنا الكرام أشرف أوفيسيال عبد الحميد تيفي وقناتنا عسكري حر. موضوعنا اليوم سيكون مخصص وشامل كيف ما وعدناكم للمباريات العسكرية. غادي نطرقوا من خلال هذا الفيديو نظرا للتساؤلات العديدة اللي كتطرح علينا من طرف متابعينا الكرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصفحتنا عبر الفيسبوك أو من خلال تعاليقهم عبر القناة. غادي نوضح لكم مجموعة من النقط وغادي نفسر لكم مجموعة من الأشياء اللي كيسولونا عليها بزاف الناس اللي مهتمين بهذا المجال وباغيين يلتحقوا بهذا المجال. النقطة الأولى وهي معدلات الانتقاء في المباريات العسكرية، والنقطة الأخرى موعد الترشيحات للمباريات العسكرية والتوصل بالاستدعاءات وسير المباريات العسكرية. وكذلك غادي نوضح لكم البلاغ الوزاري اللي كان تطرح حول تأجيل وإلغاء المباريات العسكرية اللي فهموه العديد من الأشخاص بواحد الشكل اللي مغلوط في الأمر ديالو. فكيف ما كتعرفوا باللي المباريات العسكرية كتعتمد على مسألة الانتقاء، يعني كيختاروا المترشحين حسب معدلاتهم العامة، يعني النقطة اللي شدوا بها البكالوريا، يعني المعدل العام. سواء في مباريات سلك الضباط يعني اللي اوفيسي اللي كنقصدوا بها الناس اللي كترشح الأكاديمية العسكرية بمكناس، أو الساحة العسكرية بالرباط تخصص الطب العسكري وطب الأسنان، وكذلك المدرسة الملكية الجوية إيرا، والمدرسة الملكية البحرية إيرام، سواء في سلك الأقسام التحضيرية أو سلك الإجازات. ودابا غادي نبدا لكم بسلك ضباط الصف لي سوزوفيسي مختلف التخصصات، سواء الدرك الملكي يعني لا جندرموري رويال او القوات المساعده شعبه التطير لفوكس اوكسيليير، ومختلف المباريات اللي كيتعلن عليها في ضباط الصف القوات المسلحه الملكيه سواء البريه او البحريه او الجويه. وبخصوص معدلات الانتقاء يعني المعدلات اللي كيختاروا بها المترشحين لسودو بري سيليكسيون، فعتبة الانتقاء كتختلف من عام لعام، يعني كل سنة كيكون عندها واحد المعدل اللي كيختاروا به الناس اللي دافعة في مرحلة الانتقاء الأولي. وهذا الشيء علاش ما غاديش يمكن لي نحدد لكم شي معدل اللي ثابت في الانتقاء، ولكن اللي نقدر نفيدكم به واللي هي حاجة مؤكدة أن عتبة الانتقاء الأولي بالنسبة للمباريات اللي كيتعلن عليها في سلك الضباط يعني لي أوفيسي كتفوت 14/20 في المعدل العام ديال البكالوريا، بمعنى ان المترشح خصو يكون شد البكالوريا ديالو ب 14 والفوق. وكاين بعض التخصصات اللي كتطلب اكثر من 14 اللي تقدر توصل حتى ل 16 و17، مثلا الطب العسكري وكذلك الاقسام التحضيريه العسكريه. والاقسام التحضيريه العسكريه كنقصدوا بها سلك المهندسين في المدارس العسكريه، بحال الاقسام التحضيريه العلميه والتكنولوجيه في المدرسه الملكيه الجويه اللي كاينه في مراكش. اما بخصوص مباريات ضباط الصف لي سوزوفيسي النقط كتجاوز وكتفوت 12/20 في المعدل العام ديال البكالوريا، ولكن في بعض التخصصات ماشي جميع التخصصات، يعني كاين تخصصات اللي كيطلبوا فيهم 12 وكثر، وكاين اللي كيهزوا المترشحين اللي حاصلين على البكالوريا بقل من 12 يعني 12 ولتحت. ولكن في هاد العامين الاخرين يعني من 2018 حتى لهنا و2017 حتى لهنا العتبه في الانتقاء عرفات واحد الارتفاع كبير في المعدلات، يعني طلبوا 12 والفوق، بحكم أنه ناس كثيرة دفعات نظرا لنسبة النجاح اللي كانت على الصعيد الوطني في شهادة البكالوريا اللي كانت مرتفعة في هذه السنين الأخيرة، وخاصة في المعدلات العامة اللي حصلوا عليها المترشحين اللي نجحوا في الباك، اللي خلات عتبة الانتقاء ترتفع لدرجة أن مترشحين عندهم 12 في البكالوريا ودفعوا له بعض تخصصات معينة وما تقبلوش، لأن عتبة الانتقاء كانت مرتفعة في هذيك التخصصات بالضبط. أما بالنسبة للترشيحات الجديدة يعني الكونكورات كيستلزم دائما انتظار الاعلان الرسمي لكل مباراة، وغالبا كان الاعلان ديال المباريات كيظهر خلال نهاية مارس، يعني الكونكورات كيبداو يتلونصاو في اواخر شهر مارس اللي هو شهر 3 وبدايات شهر 4 اللي هو شهر ابريل. ولكن نظرا لحالة الطوارئ اللي دخلت لها البلاد ديالنا بحكم فترة الوباء اللي حل على وطننا الحبيب، خرج واحد البلاغ وزاري كيفيد بتأجيل المباريات اللي تم الإعلان عليها مسبقا، بحال مباريات المنتدبين القضائيين والجمارك يعني الديوانة والقوات المساعدة، يعني الكونكورات اللي تلونصاو والناس دفعات لهم وصيفطات الملفات ديال الترشح ديالهم تم تأجيلها إلى إشعار آخر. يعني غادي غير يدوز هذا الوباء إن شاء الله بسلام، غادي يعيطوا على الناس اللي ديجا دفعات يعني اللي ديجا دفعات من قبل، وغادي يعيطوا عليهم باش يدوزوا
عادي كيف ما الأيام السابقة، كيف ما السنين السابقة. أما بخصوص الإلغاء المباريات يعني اللي مازال ما تعلن عليها، بحال الدرك الملكي اللي أي جندارم اللي كان من المفروض أنه يتعلن عليها في هذا الشهر، وكذلك إدارة السجون وضباط الصف وغيرها من المباريات اللي كان من المفروض أنه يتعلن عليها ولكن تلغات. وكتوصلني رسائل عديدة واش الكونكورات تلغاو بمرة. اللي بغيت نفسر لكم ان الكونكورات تلغاو بواحد الصفه اللي هي مؤقته، لان المباريات ملي كيتعلن عليها كيمشي بنادم يدفع وكيكونوا يعني تجمعات في ظل هذا الوباء. يعني راها ماشي في الصالح ديالنا. هادشي علاش تلغاو بصفه مؤقته، يعني غير بواحد الصفه وجيزه، يعني غير مؤقته. وملي غادي تسالي هذه فتره الطوارئ ان شاء الله غادي تعلنوا على المباريات بشكل عادي بحال الاعوام، ويعني بحال الاعوام الاخرى الرجع سابق عهدنا. يعني النقاط اللي غادي يكون فيهم تغيير فقط في التواريخ ديال الاعلان على المباريات. باش نوضح لكم اكثر، بحال كونكور جندار كان كيتلاح في شهر 4، يعني في اواخر شهر 3 او بداية شهر 4. ففي هذه الفترة اللي مرينا منها ما تلاحش، وإنما غادي يقدر يتلاح في شهر 5 أو شهر 6 أو شهر 7، يعني بعد ما نخرجوا من حالة الطوارئ. لذلك بقاو في ديوركم وحافظوا على أنفسكم، يعني باش تدوز هذه المرحلة على خير وتدوز بسلام، لأنه ما حدنا في حالة الطوارئ راه الكونكورات يعني غادي يبقاو محبوسين ويقدروا كاع يتلغاو بمرة، يعني إلا بقينا على هذا الحال. نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يزول علينا هذه الشده ويلطف بنا من عنده ونرجعوا لسابق العهد ديالنا وترجع للبلاد ديالنا في امن وسلام ان شاء الله. على اي نذكركم بالتواريخ ديال السنه الفايته ديال الكونكورات، يعني الوقت اللي تلونصاو فيه الكونكورات في العام الفايت، بحال الدرك الملكي لجندرموري رويال اللي كانت تعلن عليه في 15 شهر 4 2019، وعطاو مهله ديال شهر باش المترشح يجمع الملف ديالو، يعني يجمع الوريقات اللي كيكونوا ملف الترشح ديالو، اللي كان اخر اجل لوضع طلبات الترشح هو 15 شهر 5 2019. كذلك ضباط صف ديال القوات المساعده اللي كانت تعلن عليها نهار 24 شهر 4 2019، ولكن عطاو غير 3 ايام للمترشح باش يصيفط الملف ديالو عبر البريد، وكان اخر اجل هو 27 شهر 4 2019. ولكن ماشي ضروري يكونوا نفس التواريخ اللي تعلنوا عليها. مثلا المباراة تعلن عليها هذا العام في هذا التاريخ، راه العام الماجي ان شاء الله هو غادي تعلن عليها في نفس التاريخ. راه التواريخ كيختلفوا من عام لعام. دابا غادي ندوز نفسر لكم كيفاش غادي نتوصل بالاستدعاءات وكيفاش كدوز المباريات. بالنسبه للاستدعاءات، فملي كيتعلنوا على نتائج البكالوريا ديال الدوره العاديه كيبداو المؤسسات العسكريه يصيفطوا في الاستدعاءات المترشحين، يعني لي كونفوكاسيون. والكونفوكاسيون كتوصلك يا اما في جوال الدار كيجيبها لك يعني ساعي البريد اللي هو الفاكتور، ولكن كاين بعض المباريات اللي ولات كتعتمد على ارسال الاستدعاءات عبر البريد الالكتروني، يعني في الجيميل ديالك، بحال الجندارم والبوليس اللي كيرسلوا لك الاستدعاء في البريد الالكتروني اللي كتبتي ليهم في الطلب الخطي. وهذا الشيء علاش خاصك تكتبو بطريقه صحيحه ويكون خاص بك، يعني الجيميل يكون ديالك. وباش ما ننساش واحد النقطه، بحكم انه كاين ناس بزاف اللي كتدفع المباريات، راه كاين بعض المباريات اللي كتتم المنادات فيها على الناس، يعني اللي تقبلوا في الانتقاء او تم الانتقاء ديالهم في الانتقاء الاولي على شكل افواج، يعني مجموعات، يعني جروبات، يعني ما كيعيطوش على كل شيء في دقه واحده، كيقسموهم الافواج ومجموعات، كل مجموعه وكيعيطوا عليها في تاريخ محدد. ومن الملاحظات الاساسيه اللي واجب انني نشير لها انه بالنسبه للمباريات سلك الضباط يعني لي اوفيسي، فالكتابي ما بقاش، يعني الكتابي تحذف، بمعنى انه بعد الانتقاء الاولي اللي كيخضعوا للمترشحين اللي ديجا دفعوا الدواسه ديالهم، كيخضعوا الناس اللي تقبلوا بعد هذا الانتقاء الفحوصات الطبيه لا فيزيت ميديكال، واللي كيكونوا فيها يعني كيعبروا لك الطول ديالك والوزن ديالك، وكذلك كيعبروا لك السكر والشوف وفحوصات الاسنان، وكذلك كيشوفوا البنيه الجسديه ديالك، الوقوف والالوان يعني الدلطونيه. ومن بعد غادي تخصص، يعني من بعد غادي نخصص لكم واحد الفيديو اللي خاص بالفحص الطبي، يعني لا فيزيت ميديكال،
اللي غادي نشرح لكم فيه داكشي اون ديتاي، بالاضافه الى تحليلات البول الى اخره. ثم كيدوزو الاختبارات الرياضيه اللي كيكون فيها الجري 1000 متر يعني كيلومتر جري، وبعض اختبارات بحال تسلق الحبل اللي كنقصدوا به الكورده وغيرها من الاختبارات الرياضيه. ثم كيجي من بعد هذه المرحله مرحله الاختبار البسيكوتكني، يعني تيست بسيكوتكنيك اللي كيمر كذلك بالدور ديالو عبر جوج المراحل. اختبار كتابي كيعطوك اسئله وكتجاوب عليهم، وبعدها مرحله شفويه اللي كتكون تقريبا من نفس الاسئله اللي دوزتي فيهم بسيكوتكني كتابي، اختلاف فقط غير في طريقه طرح الاسئله. كيكون الهدف من البسيكوتكني يعني اختبار مدى الذكاء ديال المترشح والرزانه والثبات النفسيه ديال المترشح. وبعدها كتكون مقابله شفويه اونتروتيان اوغال امام واحد اللجنه اللي ممكن يكون فيها واحد غير شخص واحد او ممكن يكونوا جوج او ثلاثه، يعني باش يعرفوا الدوافع والاسباب اللي خلاتك انك تختار هذا الميدان العسكري، وتعرف واش ويعرفوا واش انت اهل بهذا الميدان ولا لا، ويعرفوا بعض المسائل على المحيط ديالك اللي عشتي فيه والعائله ديالك اللي كتعيش معاها او العائله اللي قريبه لك اكثر، ويحلوا كذلك الافكار ديالك واش متناسقه مع بعضها ولا كاين هناك تناقض. ونتمنى انني نكون وضحت لكم الامور وقربت لكم الصوره والمعلومه، وكتشجيع لنا دعمونا بالاعجاب ديالكم على الفيديو، وتسناو ان شاء الله الجديد ديالنا اللي غادي نطرقوا فيه المواضيع كثيره خاصه بالمجال العسكري والشبه العسكري. قوموا بالاشتراك بالقناه ومنا لكم أجمل التحايا والمتمنيات لزوارنا الكرام بالتوفيق إن شاء الله، ونتمنى التيسير للجميع، والله ولي التوفيق للجميع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.